السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا المحترمين، متابعين سفنكس للتسويق العقاري. أهلا وألف أهلا، أهلا وسهلا بكم. احنا النهاردة في الكيلو 84، يعني الخططبة، يعني جودة الزراعة والمناخ والتربة. في مزرعة 15 فدان عنب، منهم 10 مزروعين عنب. كريمسون جودة فوق العالية، مزرعة نموذجية، عليها سور بالكامل، فيها استراحة، فيها بير خاص بيها. داخل مكان محترم جدا. بينها وبين الطريق الصحراوي 6 و4 كيلو مدق ترابي، يعني 6 كيلو طريق أسفلت و4 كيلو مدق ترابي. المزرعة نموذجية، مزرعة ممتازة جدا. سعر الفدان فيها 500 ألف جنيه، قابل للتفاوض. إنتاجها السنوي يتخطى 1,200,000 سنويا. عندنا 10 فدان مزروعين عنب زي ما انتم شايفين كده، الجودة ما شاء الله. ده العنب الكريمسون، حاجة فوق الطب. وعندنا 5 فدان جاهزين للزراعة، اللي هم قدامنا دول. يعني مساحتنا 15 فدان عنب بالكامل. النهاردة فدان العنب على ما بتجهزه وتصرف عليه بيصرف فوق من 120 ألف جنيه، خشب وسلك ومصاريف تانية، اللي هي اليد العاملة والخدمة والشبكة الري. يعني احنا بنكلمك في مصاريف كتيرة جدا، بنوفر عليك 60% من المصاريف دي في الانتاج اللي جاهز دي. المزرعة بالكامل محاطة بسور زي ما قلنا، عليها سور بالكامل. السعر فوق الممتاز طبعا، 500 ألف جنيه للفدان، ده حاجة ممتازة جدا. مزرعتنا قابلة للتجزئة 10 فدان، وبعد كده ممكن ال5 فدان دول لوحدهم. طبعا دي المانجا ما شاء الله عليها، دي مانجا زبدية، حاجة روعة الروعة. يعني مفيش أي مشكلة في إنتاج أي زراعات بالنسبة للمية وبالنسبة للكهرباء. ده طبعا خط مانجا على الطريق كده، بس حاجة ما شاء الله عليها، حاجة ممتازة جدا. جميع الفاكهة هنا متاحة وجميع الخضار. احنا طبعا قلنا هنا ان الخطاطبة فيها امتيازات كتيرة، اولها المناخ وجودة التربة وجودة المية. ده برقوق. يعني القصد من اللي انا بقوله ده ان انت متاح ليك اي زراعات داخل الموقع اللي احنا فيه وداخل الخطاطبة. وعلى فكرة المكان مكان ممتاز، ويا بخت يا بخت يا بخت اللي هيكون من نصيبه ال15 فدان اللي معانا دول، لان فيهم مميزات كتيرة. طبعا لما هيجي ويشوف هيعرف ان احنا بنتكلم بجد وبصحيح، مش بنقول اي كلام خالص. في امتيازات كتيرة في الموقع اللي احنا فيه ده. طبعا السور والكهرباء والمية ده من ضمن الامتيازات. ملكية الموقع، جودة الزراعة، ده مش اهو، حاجة ممتازة جدا. مش احنا النهاردة بالمناسبة تاريخ 27/5/2023، يوم الجمعة. جو ممتاز جدا. طبعا احنا اللي قدامنا ده استراحة، عبارة عن غرفتين زائد حمام ومطبخ وبير المية اللي هناك ده. اللي قدامنا ده بير المية، ملوحته 600 جزء في المليون. طبعا دي الاستراحة، تفاصيلها من جوه قلناها ان هي اوضتين وحمام ومطبخ. للساكن او اللي عايش هنا متهيأ له الجو والدنيا تمام، مفيش اي مشكلة. الكهرباء طبعا موجودة، وكل الامكانيات الزراعة موجودة، وتقدر تعمل عليها يعني انتاج حيواني بعدد ضخم. ليه؟ السور موجود، وانت ليك نسبة انتاج حيواني 7.5%، دي بتطلع من وزارة الزراعة مصرح بيها. مزرعتنا فيها تفاصيل كتيرة كتيرة كتيرة، لكن احنا بنختصر ليكم علشان خاطر وقتكم اللي الثمين. طبعا السور والكهرباء والمية دي من ضمن امتيازات الموقع. والسعر طبعا
اللي هو ال 500 ألف جنيه للفدان. ده برضك من ضمن امتيازات الموقع. المزرعة طبعا ده السور محاطة بيه من كل الجهات. السور اهو، مفيش غير الخمسة فدان هم اللي ايه ليهم على الواجهة سور، لكن من الخلف من هنا ممكن يمتد السور ده، تبقى انت عملت سور كامل على مزرعتك. تحياتنا ليكم متابعينا المحترمين، متابعين شركة سفنكس للتسويق العقاري. كل عام وانتم بخير.